في عادة بتتعمل في الأفراح في مصر، أنا شايف إنها ملهاش أي 30 لازمة، وخصوصا لو الفرح ده معمول في قاعة. أول ما يدخلوا القاعة بعد شوية يشغلوا أغنية حبيبة أمها يا إخواتي بحبها، وأمها تقعد تعيط والبت تعيط وأصحابها يجوا جنبها ما تعيطيش عشان الميك اب هيتبهدل والكحل والرموش. خلصنا من امها وقعدوا يعيطوا وتمام التمام زي ما يكون البت مسافره المريخ. خلصنا من كده يخش ابوها بقى اغنيه انا لسه شايفها بالضفاير، وهي كانت صاحيه بتصحى من النوم اصلا شعرها منكوش اكنها كانت بتحارب مع اليهود. وابوها كان كل ما يشوف شكلها الصبح يقول لها انا طالما اصطبحت بوش امك مفيش خير النهارده. ويقعدوا برضه يعيطوا والعريس يعيط. خلصنا من العريس وخلصنا من ابوه وخلصنا من امه. تعالى بقى اخوها، اخوك يسندك وظهرك ونشغل الاغنيه وهو يعيط وهي تعيط. ولو اخوها مسافر بقى متغرب بره الله لا يوريك، يشغلوا الاغنيه ويتصلوا عليه فيديو ويقعدوا يبصوا. انا عايز افهم انتوا عزمتونا ليه؟ يعني انتوا عزمتونا عشان نشارككم الفرحه ولا عشان تقعدوا تعيطوا قبال بعض واحنا نتفرج؟ احنا جايين نهيص معاكم شويه ونشرب الحاجه الساقعه وناكل حته الجاتو وهنتكل على الله في امان الله. ليه اللي انتوا بتعملوه ده كله؟ ليه؟ خلاص يا ست خليها جنبك. لا المشكله بقى ايه؟ لو الاغاني دي اشتغلت ومحدش عيط عيب، دي ما صدقت بنتها تخلص منها. ليه العياط؟ طيب ليه هي مهاجره؟ طيب لا هتروحي لها تاني يوم الصبح او تالت يوم او رابع يوم، المهم انها ما ماتتش. يبقى ليه اللي بيحصل ده كله؟ طيب يعني انتوا واخديننا نفرح معاكم ولا واخديننا تشيلونا الهم؟ احنا جينا عشان نرقص ونهيص، كل واحد فيه اللي مكفيه يلا نفك في الفرح بقى ونضحك كده ونهيص. انما ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ طيب ايه كميه المناديل والعياط وكله اتاثر، حتى بتاع الفرقه يبقى يعيط معاكم.